ورجعنا للمدارس من تاني وروتين قوي جدا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بداية عام دراسي جديد على اولادنا، ربنا يجعله بالنجاح والتفوق يا رب دايما، اللهم امين. طبعا في اليوم ده بصحى من بدري جدا. اليوم ده بكون مسحولة فيه حرفيا، يعني بصحى من الساعة 4 بجهز لهم بقى أول يوم استعداد تام. الدنيا تمام، فلازم نعمل كده فنجان قهوة بلبن يظبط الدماغ ويخلينا نكمل باقي اليوم بنشاط. تابعوني في الفيديو ان شاء الله يعجبكم جدا، لايك وشير وسبسكرايب ونسمي الله. وفي البدايه كده بصحي لوقا علشان تجهز للمدرسه. يلا 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 قوموا. اول يوم دراسي بيكون فيه نشاط وحيويه وقايمه مبسوطه. بعد كده بقى بيقوموا يعني اقول لكم ايه، زهق وملل وحاجات كتير. لكن اول يوم ده بيبقى حاجه كده اشتياق بقى للمدرسه وللمدرسين وللخروج، وعايزين بقى يغيروا جو والدنيا تبقى تمام. وده اللبس بتاع لوقا. الشنطه بتاعتها دي من السنه اللي فاتت، هي حاجتها كلها من السنه اللي فاتت ما عدا الكوتشي. زي ما احنا ما شايفين كده الزي بتاعهم طبعا اتغير تماما عن الزي بتاع اختها قبل كده. الزي بتاع اختها كان اللي هو البيج في بني، لكن دلوقتي باقي الكحلي في النبيتي. وده لبس مريومة، برضو الكحلي في ابيض. كلنا عارفين الزي بتاع الاعدادي بيبقى موحد الكحلي والابيض. ودي شنطه مريومه، يعني تقريبا ما اشتريناش حاجه جديده السنه دي. هنا مصطفى كان ماشي على المدرسه، قلت له استنى، رايح فين؟ خد لك معايا صوره كده حلوه. هو علشان اولى ثانوي طبعا بيروح بدري شويه عن اخواته، ربنا يحفظهم يا رب. اللانش بوكس هجهز معاكم اللانش بوكس بافكار حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم، ونجهزها سوا لاولادنا. تقدروا تغيروها في كذا يوم، تبقى مناسبه جدا بالنسبه لكم. دي اللانش بوكس اللي هي بدورين زي ما احنا ما شايفين. الفطاير دي انا صحيت وعملتها، فطاير او سندوتشات طعمها حلو جدا، منها 2 مالح وواحد حلو شوكولاته زي ما احنا ما شايفين، يعني باظت خالص معانا. بألف هنا والشفا يا رب. في الدور اللي فوق عملت لها شويه من التسالي زي الذره الفشار، وكمان الفنكوش اللي هي المقرمشات. دي كلها طبعا حاجات بيتي احنا عاملينها، فطبعا ضامنين احنا عاملين ازاي، الزيت اللي بنستخدمه ايه. فدي افضل واحسن حاجه ان شاء الله، وامن حاجه لاولادنا. وهنا معايا البطاطس البيوريه، حبيت ان انا اعمل لها البطاطس المسلوقه، تسلقيها بقشرها او من غير القشر سيان مفيش مشكله خالص. بديلها رشه من الكمون والملح وشويه من زيت الزيتون او زيت الذره، وكمان بديلها بشره من جوز الطيب. ودوقي احلى واطعم بطاطس ممكن تاكلوها، بجد كانت حلوه جدا، عجبتها خالص، استمتعت بيها في اليوم ده قوي. وكمان صحيه ولذيذه، يعني بعيد عن المقليات كتير والكلام ده كله. يبقى احنا كده عاملين لها شويه من المقرمشات مقليه، والبطاطس البيوريه مش مقليه، وحاجه جميله جدا. وكده اللانش بوكس بتاعتنا واول فكره تمام خالص. هنشوف مع بعض افكار كتير جدا ان شاء الله تعجبك وتقدري تنفذيها في اللانش بوكس بتاعت اولادك. طبعا معاها زمزميه، وزمزميه ميه فيها ميه ساقعه بارده، عشان كده معرقه من بره. الاكياس هنا مريومه ما حبتش ان هي تجيب اللانش بوكس، وقالت انا عايزه استخدم الاكياس اللي هي سهله الفتح والقفل دي، فقلت لها تمام انت ومصطفى. دي بقى السندوتشات اللي انا عملتها لهم، عايزه اقول لكم انها تحفه جدا. كنت عامله لهم بحشوه العصاج خطيره، بألف هنا يا رب لكل اللي اكل منها. ما ينفعش يدخل علينا المدارس من غير ما نعمل اللانشون القمر بتاعنا. اللانشون اللي هو مش هنقول اقتصادي لان ما بقاش فيه حاجه اقتصاديه اليومين دول، ولكن اوفر كتير من طرق تانية او من حاجات تانية ممكن نعملها. ان شاء الله اسيب لكم كل المقادير في الوصف وتظهر معاكم في علامه الاي هنا بقى. وده كان تغيير برضو معانا ان احنا نستخدم الكايزر، سواء البيتي او انت شارياه مفيش مشكله خالص. واللانشون فيه بالشكل ده جميل جدا ما شاء الله، بالف هنا والشفا يا رب. نقدر نحشيه مكانه كمان جبن رومي او شيدر او فلامنك، او تقدري كمان تحشيه بالبرجر، تحفه ما شاء الله، يبقى جميل جدا معاكي. فالافكار كتير. كمان تقدري ان انت تعمليه بالبطاطس بالجبن، وعليها جبنه بيضه عاديه خالص، وعليها شويه من الطماطم، شرايح الطماطم هتكون طعمها حلو قوي كمان. ودي كانت سندوتشاتنا زمان برضو، كنا بنعمل دايما الجبن بالطماطم وكان بيبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى كانت حابه، انا قلت لها اعمل لك كمان واحد منه، قالت لي لا اعملي النص بس يا ماما، فعملت لها النص ده بالشكل ده. طبعا القطعه ما كانتش متساويه، فكنت بشيلها اسويها واظبطها وارجع احطها من تاني. تمام. بنحاول نغير لهم في اللانش بوكس دايما وفي الوجبات علشان ما يزهقوش ويملوا من كل يوم نفس الحاجه. ده عيش تورتيلا كان باباهم جايبه، فانا قلت برضو اعمل معاكم فكره لذيذه جدا، ان انا بقسم الرغيف بتاعي لكذا اتجاه، وهنشوفه مع بعض. هوريلكم الطريقه دلوقتي. هنا حبيت في الجزء ده، هو بيتقسم على 4 اجزاء. الجزء الاول بيكون فيه جبن بالشكل ده، او تقدري تحطي اي نوع جبن انت حباها.
تقدري تستخدمي الجبنه المثلثات برضو تكون جميله جدا. الجزء التاني حطيت فيه شرايح من اللانشون، والجزء التالت حطيت فيه خضار خس كابوتشا وعليه شرايح من الطماطم، وتقدري تضيفي شرايح من الفلفل او تقدري تضيفي شرايح من الخيار. تمام. ببدأ ان انا اضمه على بعضه او المه على بعضه بالشكل ده، بيعمل معايا شكل الكريب. سندوتش الكريب بيبقى شكله لذيذ جدا زي ما احنا ما شايفين مع بعض. وفي طاسه سخنه بس بديله تشويحه من الاتجاهين ان هو ياخد معايا اللون وكمان يبقى مقرمش وبيبقى طعمه حلو قوي. هنا بوريكم ازاي بعمل الشكل ده. فانا بضمه نصين، انا معرفش يعني انا دي الطريقه اللي انا بحبها الصراحه. وابدا ان انا اقصه بالشكل ده، وبعدين بقصه كمان من الوسط بالطريقه دي، وببدا ان انا المه. الجزء الاخير ده بيكون فاضي ما فيهوش اي حاجه لان ده بيكون جزء القفل. تمام يا حبايبي، اتمنى ان شاء الله يكون واضح قدامكم وتكونوا فهمتوا الطريقه واخدتوا بالكم منها، وان شاء الله تكونوا تستفادوا. مش لازم تكون الفكرتين في نفس الوقت مع بعض، تقدري تستخدمي دي في يوم ودي في يوم، الكايزر في يوم وعيش التورتيلا في يوم تاني. تمام. كمان نقدر نستخدم العيش البلدي بتاعنا الجميل في وصفات كتير جدا. وهنبدأ نشوف الجزء اللي من فوق هنحط فيه ايه. وهنا معايا وهنحط فيه فاكهة وخضار، شرايح من الخيار وجوافية، وطبعا لفاهم بالبلاستيك راب او بالاسترتش علشان يتحافظ عليهم اكتر ما ينهروش منها بسهولة، وكده بيتحافظ عليهم. وشرايح من البطاطس متقطعة كده ومتحمرة. يا سلام. نقدر نديها رشه من الكاتشب كمان او نديها شويه من توابل البطاطس، ولا احلى ولا اطعم من كده. ومعايا كمان البلح الاحمر. وبقول لكم هنا حبايبي دايما بننقي الحبايه، بنختار الحبايه اللي تكون لونها غامق، يعني مش احمر فاتح، لا بتكون غامقه شويه وتكون عريضه، دي بتكون مسكره وحلوه جدا. البسكويتات هنا بقى انا كنت جايبه البسكويتات دي معاكم، وريتها لكم قبل كده، دي كانت عروض في العابد مول وكانت حلوه جدا. الجيرسي وتوتو، يعني الاتنين احلى من بعض الصراحة. لما بنجيب الحاجة كرتون على بعضها بتكون اوفر كتير واحسن كتير. وخلصنا والبنوتات ماشيين على المدرسة، وما شاء الله ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب، اولادنا جميعا اللهم امين. هنا الوقت حبيت ان انا اوريكم كل الطقم على بعضه والشكل اللي احنا شايفينه سوا مع بعض بالشكل ده. هنا التوج بقى، طبعا انا قلت كانت بتقول لي يا ماما نسيتي تصوري التوج بتاعتي مع الطقم بتاعي. قلت لها معلش يا لؤى، حبيت ان انا اجيب لها كل التوج نفس الشكل نفس اللون، وكمان تكون واخده درجه المدرسه. ماشيه على المدرسه بتقول لكم باي باي. ودي نوجه بنت سيلفي كانت برضو جايه تاخد الاء، فانا قلت لها استني وخدي لك صوره انت كمان. ودي مريومه عندها الطقم بتاعها ده البنطلون، وفي كمان عندها الجيبه والدريل اللي بتغير فيهم على بعضهم، يعني تغيير مع بعض كده. وغدينا كان ايه؟ غدينا كان محاشي. عملت لهم بقى كرنبيه حلوه كده، هي كانت صغنونه مش كبيره، فعملت معايا الكميه دي، كانت ما شاء الله جميله. طبعا بيحبوا جدا المحاشي، بالف هنا وصحه يا رب. ومعايا كمان الكوسه، ما ينفعش خالص اعمل محشي من غير الكوسه يا جماعه، دي اخف حاجه واجمل حاجه، وبالهنا والشفا يا رب، اولادي بيحبوها جدا. وكمان معاهم البتنجان الملك بتاعنا الجميل خالص. لا البتنجان ده حاجه جميله خالص يا جماعه، وانا بحب جدا الصوابع الصغنونه، ولكن ما كانش فيه رفيع كمان، يعني كان اللي موجود صغنن وعريض بالشكل ده. والفلفل القمر بقى يا جماعه، يعني تغيير في الغدا بتاعنا كمان والله بالمل، يعني كل يوم هنعمل اكل ايه، هنعمل اكل ايه بكره، هنعمل مش عارفه ايه خيره والله. عايزه اقول لكم بقى انا عملت المحشي ده بالطماطم الكونكاسيه. انا عندي الخلاط بتاعي عطل للاسف، فما كنتش عارفه افرم الطماطم ازاي، فسلقتها سلقه خفيفه في 5 دقايق، وبعدين نزلتها في ميه بارده، وبعد كده قشرتها كويس جدا وبالهاند بلندر وفرمتها مع قطعه من الفلفل الاحمر او هريسه الشطه وفرمتهم. يعني نتصرف، امال هنعمل ايه زي ما احنا ما شايفين كده. عايزه اقول لكم والله الكاميرا ظلماها، ده هي احلى ولونها احلى من كده كتير جدا. والفرخه بتاعتنا سلقتها وما حبيتش ان انا احمرها، فاديتها توبنج من على الوجه واديتها لون تحت الشوايه وبقت تمام. وهنا المفاجاه، وزوجي جاب لي ايه؟ جاب لي التين. انتظروني ان شاء الله الفيديو القادم مع بعض باذن الله مربى التين.